معه اكتشفوا أنه كان يختطفهم ويقتلهم ويأكل لحمهم، ثم يصنع الصابون من دهونهم وشحومهم ويبيعه للناس كتذكار سياحي. تم الاشتباه به في 20 جريمة قتل، لكنهم لم يتمكنوا إلا من إثبات مقتل 9 ضحايا. وحينما تم التحقيق معه ذكر للمحقق أنه لا يذكر أي شيء عندما يتحول لذئب، وذلك لأنه أثناء قتلهم كان قد تحول لذئب وهجم عليهم وأكل لحمهم، وكانت الرؤية غريبة للغاية. حكم عليه بالسجن مدى الحياة بالعام 1853. وكان هناك طبيب فرنسي يعيش في لندن يعرف باسم فيليب، متابعا لحالة مانويل. قام ذلك الطبيب بطلب متابعة ودراسة حالة مانويل، ودرسها بالفعل ل8 سنوات قبل أن يموت